كل الناس بتفرح بالميراث لأن الأموال والعقارات بتخلي حياتهم أحسن، لكن في فيلمنا الميراث كان حاجة تانية خالص. في مدينة شيكاغو الأمريكية كانت ساشا وزوجها بيتر نايمين في بيتهم، وقامت ساشا من النوم وقامت تقلب في صندوق فيه شوية صور قديمة لجدها وجدتها، ولقيت وصية موثقة لجدها يوري ماكارينكو تدي لحفيدته ساشا الحق في ميراث القصر بتاعه اللي موجود في مدينة كييف في أوكرانيا. وسافرت ساشا وزوجها بيتر لكييف علشان يستلموا الورث، وكانوا راكبين عربية علشان يوصلوا لمكان القصر، وكان سواق العربية بيقول لهم إنه ما بيحبش الأمريكان وإنهم دخلاء. ولما وصلهم البيت نزلوا من العربية وقال لهم السواق أن زوجته تنتظرهم جوه القصر علشان تساعدهم. ودخلت ساشا وبيتر القصر ولسه بيتفرجوا عليه فاجأتهم زوجة السواق وبتعرفهم على نفسها إنها إنجيليكا وبترحب بيهم في كييف. وبعد ما اتعرفوا على بعض طلبت منهم أنجيليكا إنها تساعدهم في ترتيب ونظافة البيت، لأن البيت كان بقاله سنين كتير ما اتفتحش. وبالفعل ساعدوها في ترتيب ونظافة البيت. بتقول لهم أنجيليكا إنها جابت لهم شوية أكل ومشروبات في التلاجة، واديتهم الكارت بتاعها علشان يتصلوا بيها علشان لو احتاجوا حاجة، لأن في كييف قليل اللي بيعرف يتكلم إنجليزي. لكن ساشا سألتها ليه البيت ما فيهوش حد رغم إنه في منطقة في وسط البلد، لكن أنجيليكا ما ردتش عليهم. وبتقول لهم أنجيليكا استمتعوا بوقتكم، بس الظاهر أنجيليكا كانت عارفة حاجة مرعبة عن البيت، وقالت لهم إن البيت جميل بس ما بيحبش الغرباء، وانتوا دلوقتي غرباء بس مش هتفضلوا كتير كده. وعدت أول ليلة ليهم في البيت وكانوا مبسوطين جدا. وتاني يوم كانت ساشا بتاخد الشاور بتاعها وكانت واقفة قصاد المراية، لكن كانت حاسة إن في حاجة غريبة وبتنده على بيتر بتقول له أنت ما كنتش لسه عندي دلوقتي؟ قال لها لأ أنا نايم على السرير وإنه مرهق من ليلة امبارح. وفي ليلة تانية الساعة 2 بالليل والجو كان شتا وفيه برق ورعد ومطر، كانت ساشا صاحية وفجأة سمعت أصوات صريخ وخبط من الدور العلوي، وكانت النجفة بتتهز. فقلقت ساشا وكانت خايفة وقامت تشوف في ايه. طول ما هي ماشية فضلت سمع أصوات الصريخ والضرب من الدور العلوي لحد ما وقعت على الأرض. وفجأة بتفتح باب قدامها وتشوف أوضة غريبة لكن كانت ضلمة. وفجأة فتح النور ودخلت ساشا الأوضة وهي خايفة وسمع أصوات همهمة، وكان في دولاب شكله غريب. وراحت ساشا تفتحه لكن ما لقيتش حاجة جوه الدولاب، لكنها اكتشفت حاجة ورا الدولاب. فحاولت تزق الدولاب لكنه وقع على الأرض، لكنها لقت نقش غريب لكلمة على ظهر الدولاب. وفجأة تاني بتسمع صوت صراخ بصوت عالي، وخافت ساشا وجريت وخرجت بره الأوضة. وتاني يوم بتصحى ساشا من النوم لكنها ما لقيتش بيتر جنبها، وبصت من الشباك لقيته واقف مع راجل غريب بره البيت. وخرجت ساشا من الأوضة لقيت باب الأوضة اللي دخلتها بالليل مفتوح، وبخوف ورعب راحت علشان تقفل باب الأوضة وخبط باب البيت. وفتحت ساشا لقيت باسكت فيه حاجات من البقال، لكن ما عرفتش مين اللي جابه. ولما دخل بيتر البيت بتسأله مين اللي كنت واقف معاه، قال لها ده المحامي اللي هيباشر إجراءات بيع البيت. وبتسأله مين اللي جاب حاجة البقالة، لكن هو استغرب وسألها انت ما نمتيش كويس؟ شكلك قلقانة ليه؟ ايه اللي حصل؟ وقالت له انها سمعت اصوات غريبة ليلة امبارح وما عرفتش تحدد اصوات مين بالظبط، وسمعت صوت خبطات على باب، وإنها راحت للأوضة اللي جاي منها الصوت وقفلت الباب بتاعها. وإنها الصبح لقت باب الأوضة مفتوح وبتسأله أنت اللي فتحته؟ قال لها لأ مش أنا. وحاول بيتر يهديها ويقنعها إنها أوهام بسبب إرهاق السفر، وقال لها خلاص سيبيني أنا أحضر الفطار. وبعدها جه المحامي ودخل البيت وكان جايب معاه عقود بيع القصر وباقي الممتلكات علشان تمضيها ساشا. لكن ساشا لقت العقود مكتوبة باللغة الروسية وطلبت ترجمتها للغة الإنجليزية علشان تقدر تقرا العقود. وقالت للمحامي إنها هتبيع باقي الأصول، لكن لسه مقررتش هتعمل إيه في البيت، لكنها أكدت على موضوع ترجمة العقود. وسابهم المحامي ومشي بعد ما قال لها إنه هيجي لها تاني بالعقود بعد ما يترجمها للغة الإنجليزية. والغريبة إن كان في 3 حراس واقفين قصاد باب البيت واقفين بطريقة مريبة. وبعديها فضلت ساشا تلف في البيت بتتفرج عليه، لكنها قالت تنام شوية على الكنبة. وهي نايمة حلمت كأنها شافت جدها وجدتها والخدامة وطفلة صغيرة في الأوضة، وكانوا مبسوطين لحد ما صحيت على صوت جرس التليفون.
لقيت بيتر بيكلمها وبيقول لها إنه بيحاول يحجز تذاكر سفر للرجوع لأمريكا تاني، لكنها قالت له خلص وتعالى بسرعة لأنها مش قادرة تستحمل. في نفس الوقت كانت سمعت صوت همهمة وسمعت صوت باب بيتقفل. سألها بيتر في إيه؟ قالت له إنها سمعت صوت باب بيتقفل وإنها هتروح تشوف إيه اللي بيحصل، وقفلت الخط. تفتح باب الأوضة اللي كان فيها أصوات همهمة وصوت خبط في الإزاز، وفجأة سمعت صوت بيقول ساشا، ولقيت ألبوم صور بيقع على الأرض. فمسكت ألبوم الصور وخرجت وقعدت تقلب في الصور. كان في صور لجدها وجدتها والخدامة بتاعتهم، وصورة لثلاث حراس واقفين على باب القصر من بره. ولقيت صورة متصورة في نفس المكان اللي كانت واقفة فيه، على نفس الكرسي ونفس الترابيزة. وسمعت أصوات أسرتها في الأوضة كأنهم موجودين قدامها. تاني يوم الصبح جات لها أنجيليكا وفرجتها ساشا على الصور، وقالت لها أنجيليكا إن جدها كان ضابط في الجيش السوفيتي وكانت رتبته عالية، وإن كان في خدم كتير بيعيشوا في القصر. وسألتها ساشا على اسم أي حد منهم، وردت عليها أنجيليكا إنه مش في إمكانها معرفة التاريخ، لكن قالت لها لو حابة تعرفي ممكن تروحي تسألي في الأرشيف التابع للسنترال المركزي. وورتها ساشا وثيقة الميراث بتاعتها، لكن قالت لها أنجيليكا إنها ما تقدرش تبيع البيت لأي حد إلا واحد بس اللي تقدر تبيع له، ونصحتها إنها تبيع له لأنه قوي جدا ومحدش بيقدر عليه. طلبت ساشا إنها تعرف اسمه، لكنها رفضت، وكان باين عليها القلق والخوف، وقامت علشان تمشي. لكن قالت لها لازم تمضي على العقد، انت ما تعرفيش الناس ديت مين وما عندكيش اي فكره عنهم، امضي وسيب البلد بسرعه. ومشيت. وتاني يوم راحت ساشا لقسم الارشيف في السنترال المركزي علشان تبحث على اسماء الاشخاص اللي كانوا عايشين في القصر. فورت الموظفه الصوره وسالتها الموظفه انت جبتيها منين ومين اللي اداها لك. فالموظفه اتصلت بظابط كان موجود في المكان وبتساله اديها المعلومات اللي هي عايزاها ولا لا. فقال لها الظابط تمام اديها لها. وقالت لها الموظفه الظاهر انك تعرفي حد كبير وهو يعرفك، وانها تروح للارشيف. وطلبت منها انها تحضر تاني يوم ويكون معاها جواز سفر وفلوس نقدي. ومشيت ساشا من السنترال وراحت البيت، وبرضه لقت الثلاث حراس واقفين على باب البيت وكانت قلقانه جدا. ودخلت البيت بتندى على بيتر لكنه ما كانش موجود. ودخلت ساشا اوضتها لكن باب الاوضه الملعونه اتفتح تاني لوحده. واتصل بها بيتر وعرف منها انها راحت للسنترال والارشيف، فزعل جدا وزعق لها في التليفون وقال لها ما كانش المفروض تروحي، وقفل السكه. تاني يوم راحت ساشا لموظفه الارشيف اللي كانت بتكلمها بطريقه مش ظريفه، وقالت لها هاتي الصوره. واديتها الموظفه بيان بالاسماء وقالت لها على اسمائهم لان ساشا كانت ما تعرفش تتكلم اوكراني. واتصلت ساشا بواحده منهم لكن ما ردتش عليها، لكن ساشا قالت لها هي مين وعايزه ايه على الانسر ماشين. ودخلت ساشا الاوضه الملعونه ولقيت باب مخفي وراء الدولاب. فتحت الباب لقيته بيودي على بدروم وكان مليان بنسيج العنكبوت والاتربه. ودخلت ساشا لقيت سلم بيودي على اوضه تانية وكان في اصوات بكاء طالعه منها. ودخلت ساشا الاوضه المهجوره لقيت سرير قديم وشباك والتراب مال المكان. وخبطت ساشا برجليها على الارض لقيته بيعمل صوت جامد، ولقيت منقوش على الارض اسم اولجا. وخرجت ساشا من الاوضه وردني تليفونها، كانت يانا سوكالوفا بتتصل، وديت من اللي كانوا موجودين في القصر زمان واللي كانت اتصلت بيها ساشا. وقالت لها ساشا ان جدها مات وانها هي اللي ورثت البيت وانها اخر سلاله العيله. وقالت لها يانا ان جدها كان بيعامل جدتها بطريقه بشعه وكان بيعاملها زي الخدامه، علشان كده هي مش زعلانه انه مات. وان جدتها اولجا كانت بتخاف منه، لكنها قبل وفاتها كانت في خلاف كبير مع زوجها لان اولجا اكتشفت انه في علاقه غراميه بينه وبين الخدامه وانه كان بيفضل الخدامه عليها. وقررت الجده انها تحطم العلاقه ديت لو استمرت، وان الخدامه ارينا ممكن تكون انتقلت لقريتها وعاشت فيها. وسالتها ساشا عن ما اذا كانت بتسمع اصوات في البيت. ردت عليها قالت لها تقصد ان البيت مسكون؟ ردت عليها ايوه انا بسمع اصوات غريبه. فقالت لها يانا ان كان في اصوات بالليل لكنها كانت بتهدى بالنهار، وان التغيير بيزعج الاشياء. وبصت ساشا من الشباك لقت الثلاث حراس زي ما هم واقفين وبسرعه نزلت تكلمهم، لكنها اتفاجئت انهم مش موجودين. وبصت ساشا للبيت وقررت انها تطلع الدور الاخير تشوف فيه ايه. وبعد كده جالها المحامي مره تانية وقال لها انه ترجم العقود. فدخلته ساشا البيت وعرض عليها المحامي العقود الا انها مضت على كل العقود ما عدا عقد القصر. فغضب المحامي جدا وهددها وسابها ومشي. ونزلت ساشا البدروم مرة تانية ولقت فرن غريب موجود. فتحت باب الفرن وفجأة حست بحاجة على ايديها. اتخضت ساشا ووقع الكشاف من ايديها، وبصت لقت فستان قديم عليه بقع دم. فمسكته
وفجأة باب الأوضة قفل عليها وجريت بسرعة علشان تخرج منه، وقدرت تفتح الباب وخرجت. وبعد كده بتفرد ساشا الفستان مع بيتر على الترابيزة، بتعتقد إنه بتاع أرينا الخدامة، واعتقدت إن جدتها هي اللي قتلتها، واتهمها بيتر بالجنون، وقال لها إن كل ده ماضي وأن عليهم إنهم يبيعوا كل حاجة ويسافروا. وقالت له دول أهلي ولازم أعرف الحقيقة. قال لها أهلك ما يهمنيش، وإن المفروض نبيع ونسافر علشان علينا ديون. وكان المحامي مستني بره جاهز بالعقود، وساشا برضه رفضت تمضي وضربت بيتر بالقلم ومشيت. والمحامي قال أنا لازم أتصرف، وطلبت ساشا مقابلة أنجيليكا وزوجها علشان يوصلوها ليانا. ووصلوها لحد يانا في بيتها وقابلتها ساشا. وفي المقابلة أعطت يانا لساشا صورة جدتها، إلا أن ساشا استغربت وقالت لها لا مش دي صورة جدتي. فأكدت لها يانا إن هي دي صورة جدتها، لكن ساشا ورتها الصورة اللي معاها، والمفاجأة إنها طلعت صورة الخدامة أرينا. وفهمت ساشا إن الخدامة أرينا هي اللي قتلت جدتها وراحت عاشت في أمريكا. فاتصدمت ساشا من المفاجأة، وروحت البيت لقت بيتر نايم وسكران، فلما اتحاجتها وكانت بتفرش الملايات على العفش، وصحي بيتر وكلمها وضربها بإزازة الفوديكا على وشها. وفجأة دخل عليهم الثلاث حراس وضربوا بيتر جامد، واستنجد بساشا لكن سابته واتضرب. وصحيت ساشا ونزلت البدروم، وفتحت الفرن وحطت فيه الفستان وولعت فيه، وقفلت باب الفرن، وحلمت بجدتها في الأوضة وحضنتها وحطت صورتها على السرير. بعد كده جهزت شنطتها، وتاني يوم جات لها أنجيليكا وزوجها علشان يوصلوها المطار، لكن ساشا رفضت وقررت إنها تفضل في البيت وما تسيبوش. وفي نهاية الفيلم سمعت ساشا صوت مرعب صراخ وبكاء جاي من البدروم بينادي على ساشا. وفي النهاية لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في قناة ماجيك موفيز وتضغطوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الفيلم. ولو في فيلم معين عايزينه اكتبوا لي في التعليقات علشان نقدمه لكم في أقرب وقت. ومع تحيات ماجيك موفيز.